ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب تكونوا مرتاحين ومبسوطين في بيوتكم وفي مع اهاليكم. دلوقتي انا جايبه لكم شويه حاجات. انا بص بقالي فتره جامده. يعني عايزه اقول لكم بقالي كتير قوي ما طلعتش، وجايه جايبه لكم شويه حاجات حلوه كده، شتوي على شويه اكسسوارات. بس يا رب تعجبكم. وتعالوا نشوف بقى يعني هوريكم بقى الحاجات اللي انا جايباها وهفرج عليكم. ويا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتكتبوا لي الكومنتات بتاعتكم الحلوه. يا رب تعجبكم. انا مش بطلع بوشي كتير عشان صراحه بتكسف، بس انتوا هتدعموني يعني، ومستنيه منكم تعليقاتكم. ماشي، ويلا بينا نبتدي. بصوا بقى، جايبه اول حاجه. بصوا بقى النضاره ديت، يعني عايزه اوريها لكم. بصوا لو في الصوت قولوا في حاجه كده، يعني بلغوني برضو لو في الصوت وحش، قولوا لي وبلغوني. النضاره ديت انا جايباها، بس مش هتصدقوا دي بكام، مع انها يعني يونيك جدا. يعني عايزه اقول لكم بجد، شكلها على الوش تحفه تحفه تحفه. بس بجد انتوا هتستغربوا من السعر بتاعها. بصوا، حلوه جدا يعني. بص، عايزه اقول لكم الخامه بتاعتها، وكمان هي مش مصري، هي مستورده. بصوا حتى مستورده يعني. عايزه اقول لكم السعر بتاعها حلوه جدا، وكمان لما تلبسي لبس شيك وانيق كده وتروحي مكان حلو، تحفه 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 تحفه. بجد خدوها مني. يعني انا من النوع اللي مش بجيب اي حاجه، طبعا الحاجات دي عشان الشخصيه بتاعتي. طبعا انا مش هجيب اي حاجه وخلاص، لازم يعني تكون الحاجه ايه، لازم تكون الحاجه يعني انا لازم اجيبها عجباني انا شخصيا، انهم هجيبها يعني، مش اي حاجه بجيبها وخلاص. تمام. يعني زي ما انا قلت لكم، دي نضاره. في نضاره تانية انا جبتها برضو. بصوا حتى الورقه بتاعتها ما شلتهاش، قلت عشان لسه ما استخدمتهاش دي، مش لاقيه مكان لسه المناسب بتاعها عشان البسها. بصوا الشكل بتاعها، عامله زي عيون القطه، عامله زي عيون القطه. بصوا برضو هي، بصوا يمكن مبهدله تراب بس شويه ايه، عشان مركونه ما اتلبستش. بس بجد تحفه. وهي لسه الورقه بتاعتها والمنشأ بتاعها، مش عارفه هتشوفوه ولا لا. المنشأ بتاعها السين. بصوا برضو تحفة 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 تحفة. بجد حلوة جدا. يعني تنفع للبنات اللي بتحب تلبس كاجوال. حلوة. ويعني بجد انا مش عايزه اشكر لكم، انتوا هتشكروا في الحاجه. وعايزه اقول لكم الخامه بتاعتها حلوه جدا. هي بلاستيك، خامتها بلاستيك، بس الصناعه بتاعتها حلوه جدا. وكمان جايه على يعني ظبط الوش، جايه يعني مظبوطه تماما، وحلوه وعجبتني. عايزه اقول لكم بقى دي بكام بقى. يعني دي اللي انتوا شايفينها دي، والتانيه بكام؟ ب70 جنيه. 70، 65، 70، مش اكتر من كده. مش فاكره بالظبط، بس هي تقريبا 65 يا 70. انا تنحت هو ازاي اتاري بقى. يعني انا لما رحت مكان، رحت للمنبع نفسه، يعني المنبع اللي بيوزع. يعني يعني انتوا النضارات اللي انتوا بتجيبوها اللي ب 300 400 جنيه 500 جنيه وتقول لك اوريجينال، انا بجد انا استغربت ايه ده. يعني كمية نظارات رهيبة هناك. عايزة اقول لكم كمية نظارات وكمية نظارات يعني نازلة ترند. يعني انا بقول لكم ايه ده. بجد انا استغربت. وكمية الاسعار، اسعار في الارض، اسعار فعلا في الارض. لو عايزين اقول لكم من المكان فين بالظبط، قولوا لي في الكومنت وانا هكتب لكم كل المكان فين بالظبط. ماشي. وتعالوا بقى نخش على تاني حاجة بقى. بص بقى، تاني حاجة انت هتستغرب، الحاجات دي بتتباع في المحلات الكبيرة. وعاوزة اقول لكم يعني انا استغربت برضو من الاسعار. السعر دوت، السعر ده. بس برضو مش هقول لكم اللي انا جايباه السعر برضو اللي هو الجملة قوي، لا انا مش جايبه الجملة قوي. بس بجد يعني انا اللي جايباه دوت نفس التيبيكال بالظبط اللي موجود فين في المحلات اللي هي الهاي كلاس. يعني عايزه اقول لكم الهاي كلاس. انا بقول لكم خدوها مني كلمه، عشان انا بنزل بشوف المحلات دي، وبنزل بشوف المحلات اللي هي الجمله، نفس المحلات بالظبط. نفس ايه ده، نفس الحاجه ونفس الخامه ونفس كل حاجه. انا بجد استغربت، انا استغربت يعني. انا عايزه اقول لكم
ونازل ترند. المشكله اللي هو نازل ترند الايام دي، نازل ترند وعليه طلبيه بطريقه رهيبه. بس الكوتشي الترند يا جماعه، الكوتشي الترند الخامه بتاعته يعني انا من النوع اللي اي حاجه بتنزل جديده بحب انزل اشتريها. طبعا مش هنزل اشتري كل حاجه، طبعا الحاجه اللي هتناسبني، يعني مش اي حاجه وخلاص هشتري، يعني الحاجه اللي هتناسبني انا شخصيا. انا لسه ملبستوش، هو لسه بكرتونته بمعنى صح. انا عجبني اللون دوت، في منه الوان كتير، في منه الزيتي في الابيض، ولا في الابيض تقريبا. في منه الوان كتير، في منه الاسود، في منه الابيض، في منه الوان كتير بجد يا جماعه بجد. يعني عايزه اقول لكم انا اتبهرت. بس على فكره ده مش اوريجينال، ده كوبي وبيحطوه في المحلات على اساس اللي هو يعني ميرور. بس يا جماعه ممكن في ناس بتجيب ميرور، بس يا جماعه الخامه بتاعت الميرور انضف من دي بشويه، مش هقول لكم لا، انضف من دي بشويه. بس ده مستورد الخامات بتاعته مستورد. ده انت ممكن تجيبيه في المحلات ب 1700 في 1800 على حسب ما تجيبيه من المحل اللي انت هتجيبيه. ده انا جايباه برضو من المنبع بتاع المكان نفسه. بكام؟ ب 600 جنيه ولا 550. انا استغربت ايه ده. يعني اللي عايز يبدا مشروع يبدا بيه. انا بقول لكم يا جماعه، اللي عايز يبدا مشاريع يبدا بالحاجات اللي انا بقولها لكم دي مشاريع. يعني النضارات ديت مشاريع، تاخديها تبيعيها كذا. الكوتشيهات دي برضو نفس الوضع، بس اعرفي مصدر المكان فين بالظبط وتاخديها تبيعيها. بجد يعني انا مش لاقي حاجه اكتر من كده. يعني انا بجد انا اتبهرت وعجبني الكوتشي والخامه بتاعته حلوه ومستورده، بس مش اوريجينال ولا ميرو. مش اوريجينال ولا ميرو عشان ما حدش يضحك عليكم. تعالي بقى نشوف ايه حاجه. بصوا هوريك الشنطه تقريبا، يعني اكتر البنات عارفينها. يعني البنات اللي بتحب تنزل تجيب هدوم وتنزل تجيب حاجات عرفتوها. مش عارفه الكلمه مكتوبه بالعكس. برا بوتيك يا جماعه، من المحلات المعروفه، من المحلات بجد اللي هي حلوه جدا. يعني انا مش بحب اجيب منهم حاجات كتير فعلا. يعني انا جبت منهم الحاجه ديت وجبت منهم حاجات قبل كده، بس ايه ده بجد. يعني الحاجات بتاعتهم فعلا بيجيبوها مستورده من بره. هي مش انا ما اتعاملتش معاهم كتير، يعني انا ما اعرفهمش هم شخصيا، بس ما اتعاملتش كمحل يعني يعني كلبس. يعني ما اتعاملتش صراحه كتير معاهم، بس جبت كذا حاجه يعني من عندهم. بس الصراحه الحاجات اللي عندهم بتعجبني. يعني بصوا ده من الظهر، بصوا الخامه بتاعته، خامته تحفه. وعايزه اقول لكم يعني انا طبعي في في الاعياد والمناسبات بحب البس فساتين. ما بحبش البس يعني بحب البس فساتين. بصوا بقى ده هيبان في اللبسه، يا جماعه. ده هيبان في اللبس. بصوا الخامه بتاعته، خامته انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه. بصوا الخامه بتاعته يا جماعه، هو خامته ولا تقيله ولا خفيفه، بس بتدفي. خامته حلوه جدا، وفي اللبسه بتاعته شياكه، يعني على بوت من تحت بجد تحفه. يعني بجد تحفه. انا يعني لما لبسته قلت ايه الجمال ده، ايه التحفه ده. انا طبعا لما هلبسه طبعا انزل لكم صوره بيه. انا عشان الصراحه ما اتصورش بيه خالص صراحه. بس انا طبعي بحب اجيب الحاجه اللي هتناسبني، مش اي حاجه اجيبها وخلاص عشان اعمل فيديو. لا طبعا انا بقالي كتير اصلا ما نزلتش فيديوهات، بس حبيت انزل فيديو على اساس ان انا ارجع لكم واتكلم معاكم، عشان انتوا وحشتوني جدا بجد. بس بجد يعني عايزه اقول لكم بصوا كمان التفاصيل من تحت عامله ازاي. بصوا التفاصيل من تحت، يعني الحته اللي ورا كبيره عن اللي قدام، اللي ورا كبيره عن اللي قدام، يعني اللي ورا كبيره عن اللي قدام. بصوا المنظر من تحت. ده بقى يعني هو بصوا سعر غالي، مش هقول لكم سعر رخيص. ده سعره غالي طبعا عشان ثمنه فيه صراحه. بس انتوا هتقولوا لي ليه؟ بس انا يعني انا عشان يعني حبيته صراحه. كل واحد لما حد يحب حاجه لا هجيبها، حتى لو غاليه هجيبها، حتى لو ما تستاهلش هجيبها. بصوا السعر بتاعه بكام؟ ب 1100. هو 1090 يعني 1100 بالظبط.
بس يعني عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. في اللبس هتبان، يعني مش حاجه كده وخلاص، لا هو في اللبس هيبان. بس انا عجبني شخصيا، انا مش عارفه هيعجبكم انتوا ولا لا، مش عارفه السعر بالنسبه لكم غالي برضه ولا لا، بس انا بالنسبه لي السعر يعني كان حلو بالنسبه لي. بس حتى لو كان السعر غالي برضه بالنسبه لي عليا شويه، بس هو يعني مش هنشتري كل يوم، مش هنشتري كل يوم، اهي مره في العمر وخلاص بقى. ويعني ايه يعني بنفرح نفسنا، بنفرح بنفسنا حتى لو الحاجه غاليه، بس بنفرح نفسنا. ماشي، تعالوا بقى اوريكم حاجات تانية بقى. بص بقى، هو صراحه ده اتلبس وادعك شويه، بس لسه زي ما هو. بس عايزه اقول لكم شكله شياكه 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 جدا في اللبسه، يعني على بنطلون حلو كده. وبرده الحاجه بتاعته مستورده، مش ميرور ولا اوريجينال يا جماعه، ده مستورد مش اوريجينال ولا ميرور، عشان الناس بس ما تقولش بس الحاجه ايه اللي هي اوريجينال ولا ميرور، الحاجات كلها مستورده. بصوا الكوتش دوت تحفه. معلش يا جماعه اعذروني بس على المنظر، بس عشان كنت لابساه. تمام. الصراحه في اللبسه شياكه، على بنطلون رياضي كده، تحفه في اللبسه. او لابسه لبس حلو شيك برضو نفس الوضع. عايزه اقول لكم دوت ديت برضو بكام؟ ب 500 جنيه. ده ب 500 جنيه، انا مش عارفه في المحلات هيبقى بكام. انتوا بقى هتعرفوا، يعني الناس اللي بتلف برضو في المحلات وبتقعد تشوف هنا وتشوف السعر هنا والسعر هنا والسعر هنا، برضو هتعرف السعر. يمكن تطلع اقل، لو لقيتي اقل قولي لي اللي هو اقل. بس يا جماعه بجد حلو جدا، وعاوزه اقول لكم بجد تحفه، مريح في اللبسه. والتاني برضو مريح وقطن، وتحسي ان هو مبطن كده، وده مبطن برضو، بس ده التبطينه بتاعته خفيفه. ده التاني دوت، يعني عايزه اقول لكم دوت التبطينه بتاعته تقيله تقيله. ده الليزن ترند ده التبطينه بتاعته تقيله. ده التبطينه بتاعته خفيفه من الجناب، تبطينته خفيفه بس حلو ومريح، مريح في المشي مريح، وده برضو مريح في المشي. يعني انتوا بصوا الاتنين اهو، مش عارفه انتوا هتشوفوا ولا ايه النظام، بس اللي بجد الاتنين تحفه تحفه تحفه. بس وعاوزه اقول لكم بجد يا جماعه، يا رب تكون الحاجات عجبتكم زي ما انا عجبتني. هي الحاجات بتكون شخصيه يا جماعه، مش الحاجات مش للناس ولا اي حاجه ولا بعمل، بس انا الحاجات اللي بتعجبني بحب اطلع اوريها لكم، بقول لكم ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، ايه الحلو وايه اللي مش حلو. بس يا جماعه ويا رب تكون الحاجات تعجبكم. بس نسيت اخر حاجه اقولها لكم، هي مش لازم الحاجه تكون مقفره قوي، يعني ممكن الحاجه ام 5 جنيه او ام 10 جنيه تبقى تعجبك، او من 50. بس دلوقتي مفيش حاجه ب 10 ولا 5 جنيه، ده قليل قوي، ده اذا لقيتيها كمان. بس بص بقى البنات يا جماعه، انا بكلم البنات، انا بكلم البنات يا جماعه. ده دبلاينر، تمام.